عندك هالات سودا وانتفاخ تحت عينك وجربت كل حاجة وما حصلش معاك؟ الأكيد إنك مش عارف السبب الحقيقي، وفي الفيديو ده هجاوبك على أكتر 6 أسئلة الناس بتسألها عن الهالات السودا، وهقول لك إمتى تقدر تتعالج في البيت وإمتى لازم تروح للدكتور. السؤال الأول: إيه الفرق بين الهالة السودا والانتفاخ؟ الهالة السوداء ببساطة هي تغيير في لون الجلد تحت العين، بيبقى داكن أو بنفسجي أو بني، أما الانتفاخ فهو تراكم سوائل أو دهون بيخلي المنطقة دي بتتنفخ للأمام. الاتنين ممكن يكونوا موجودين مع بعض، لكن كل واحد فيهم ليه أسباب وحلول مختلفة، وده مهم جدا تعرفه قبل ما تبدأ تتعالج. في السؤال التاني: إيه هي أسباب الهالات السوداء أصلا؟ أشهر الأسباب 4. رقم 1: الوراثة، لو موجود في العيلة محتاج علاج طبي، مفيش كريمات. قلة النوم رقم 2، بتخلي الجلد شاحب وبتظهر الأوردة اللي تحته. رقم 3: الحساسية والاحتقان، هي اللي بتسبب ضغط على الأوردة الصغيرة. رقم طبعا 4 وأخيرا هي تقدم في السن، الجلد بيرق وبيبقى واضح اللون الداكن جواه. طيب السؤال الثالث: إيه هي أسباب الانتفاخ تحت العين؟ الانتفاخ بيجي من تراكم السوائل خصوصا الصبح بعد النوم، الأكل المالح، كحت قبل النوم، الحساسيه او البكاء، ضعف الكولاجين مع السن، وفي حالات نادره جدا بيبقى علامه على مشكله في الكلى او في الغده الدرقيه. السؤال الرابع برضو اللي بيتكرر كتير: هل الكريمات والعلاجات المنزليه بتفيد؟ السؤال ده هو الاكتر بحث يا جماعه، والناس كتيره جدا سالتني عنه. بعض الحاجات بتفيد فعلا لو السبب مش وراثي، الكريمات اللي فيها كافيين بتضيق الاورده مؤقتا وبتقلل الانتفاخ، الكمادات بتاعت التلج او الشاي الاخضر المجرد بتساعد على تقليل الانتفاخ الصبح طبعا، الكريمات زي الريتنول وفيتامين سي بتساعد مع مرور الوقت على تفتيح اللون. لكن خد بالك، لو الهاله وراثه او ناتجه عن فقدان حجم تحت العين، الكريمات مش هتعمل معاك حاجه خالص. السؤال الخامس: امتى لازم اروح للدكتور؟ وده مهم جدا يا جماعه من ناحيه التوعيه الطبيه فعلا يعني. روح للدكتور جلديه او تجميل لو الهاله موجوده من صغرك او مش بتتحسن مع اي علاج، الانتفاخ دايم مش بس الصبح، عندك تعب عام او تورم في اماكن تانيه في الجسم، في الحالات دي ممكن الدكتور يحتاج يشوف وظائف الكلى والغده الدرقيه. في السؤال السادس والاخير: ايه افضل علاجات عند الدكتور؟ في اكتر من خيار حسب السبب، الفيلر لتعويض الحجم المفقود تحت العين، رقم 2 الليزر لتفتيح التصبغات وتجديد الجلد، البلازما لتحفيز الكولاجين. كل ده بيعمله متخصص فقط، وما تعملش حاجه منهم من غير استشاره الطبيب. خلاصه الكلام يا جماعه: الهالات السوداء والانتفاخ مش حاجه واحده، وعلاج كل واحده بيختلف عن الثانيه. اهم خطوه هي انك تعرف سبب مشكلتك الاول، وبعدين تختار العلاج المناسب. لو الفيديو ده فادك اشترك في القناه وسيب لي في الكومنتات اي سؤال تاني عايز اجاوبه. في رعايه الله.